دايما بتعدي عليك لحظات بتحس انك فاشل وتقول انا فاشل بقى وما بعرفش اعمل اي حاجه. اللحظات دي عدت على كل الناس يعتبر، او عدت عليا انا كمان وحسيت ان انا فاشل فيها وما اعرفش اعمل حاجه خالص. واكيد انت بتواجه المشكله دي في اي حاجه بتحصل لك. يعني مثلا انت دلوقتي مثلا في درس حصل لك حاجه ما عرفتش تجاوب حاجه، تحس ان انت فاشل وما بتعرفش تجاوب حاجه. الموضوع ديّة موضوع عام عند كل الناس، أنا مش عايزك تقلق خالص في الموضوع ده، لأن الموضوع ده عند كل الناس، ويا رب دايمًا ربنا يشفيك. وعشان الموضوع ديّة أصلًا بيكون تحس اللي هو مرض كده، لمّا بيبقى كتير يعني وبيبقى ضاغط على نفسه، بيبقى يعتبر مرض. فأنا مش عايزك تزعل خالص، وإن شاء الله ربنا هينقذك من الحاجة ديّة. وممكن خلّي بالك دي يبقى خير ليك، أنت مش عارف ديّة ممكن يبقى خير ليك بمعنى إزاي. يعني دلوقتي ربنا عمره ما يأذيك، اعرف خُدها لقطة في حياتك كده، ربنا عمره ما يأذيك في حاجة، ديّة خير ليك مش شر، أنت فاكره شر بس هو خير ليك. وأنا عايزك دلوقتي ما تقلقش من أي حاجة، لإن هو خير ليك وربنا باعته لك، وأنت تبقى نصيب الحظ اللي هيحصل لك كده. فزي ما حصل لنا كلنا، وحصل لي يعني مواقف بعد قبل كده. بس انا عايزك تكون بطل، يعني مش عايزك اللي هو العيل اللي هو الفافي ديت يقول ده انا فاشل وخلاص ويبطل والكلام ده. لا يا حاج، انا عايزك تستمر في الحاجه اللي انت بداتها وما تقلقش خالص. فانت ان شاء الله باذن الله هتوصل، يعني هتوصل باذن الله وباذن الله. فانا عايزك دلوقتي تصلي بس وتصلي على النبي اهم حاجه، وعايزك تدعي ربنا، لأن أصلًا الدُعا ديّة ممكن يغيّر القدر، أنت ما تعرفش ممكن يغيّر القدر، بس ممكن يغيّر القدر بجد. فأنا دلوقتي الحلقة دي كحاجة بسيطة جدًا، وأنا باقدّم لكم حلقات توعية كده بسيطة، فيا ريت تتابعني. ولو نسيت تحط لايك واشتراك يا ريت تحطه تحت. وأهم حاجة تصلّوا على النبي يا جماعة، صلّوا على النبي والسلام. والسلام.